اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنعمل الحواوشي دوت. كيلو ونص لحمة مفرومة، وآدي البصل لسه هعمله في الكبة دوت. بصل، فلفل أحمر اللي هو ألوان، وأصفر وأخضر، وقرن فلفل شطة اللي هو الحامي واحد بس. هنعملهم في الكبة هنا اهو، نخرطهم تمام وهنفرمهم سوا، وبعدين نحطهم على اللحمة المفرومة. هنخرطهم كده قطع وسط تمام، ونخرط الفلفل، وهروح افرمهم عشان ما نطول. الخلاط بيبقى صوته عالي مزعجكمش. هروح افرمهم وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما عملت الفلفل الالوان والبصل. هنحطه بقى على اللحمة المفرومة وهنعجنه كويس مع التوابل كلها، وهقول لكم دلوقتي على التوابل. نفضيه الخلطة كده، البصل. انا مرضيش اطحن الحاجات دي كلها في الخلاط قدامكم عشان صوت الخلاط عالي، مرضيش يعني ازعجكم. انتوا على فكرة بتنسوا اللايكات ومحدش بيحط لي لايكات خالص. ما تنسونيش بقى في اللايكات، وتدوسوا على الجرس والاشتراك، دوسوا على الكل. انتوا بتبخلوا عليا ولا ايه؟ اوعوا تنسوني في اللايكات، عايزه لايكات كتير كتير كتير. هعمل لكم النهارده باذن الله احلى حواوشي في الدنيا كلها، الحواوشي المصري بقى على اصوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحطها دلوقتي، هنحط الكيس الحواوشي اللي انا شارياه دوت، هنحطه كله تمام. وبعدين هحط اللي هي الهريسه، هحط منها حته صغيره عشان هي حراقه. احط حته كده صغيره تمام. بسم الله. وبعدين هحط شويه فلفل اسمر صغيرين خالص، عشان انا جايبه كيس اللي هو بتاع الحواوشي ده. شويه فلفل اسمر وشويه قرفه والملح بس. يبقى احنا حطينا اللي هو الكيس اللي هو بتاع الحواوشي، اللي هي خلطه الحواوشي، وحطينا الهريسه وفلفل اسمر وشويه قرفه، هنحط شويه ملح صغيرين قوي. يعني نحط دي وبعدين نبقى نشوف الملح اخباره ايه. وفي عندي تكتين بقى هحطهم دلوقتي اهو. هحط سنه بوكم باودر، وهحط معلقه صغيره من السكر اهي. واحط سنه اللي هي البيكنج باودر تمام، سنه بيكنج باودر كده اهي، يعني حبه صغيرين. وبعدين بقى نديهم تقليبه. بسم الله. نديهم تقليبه حلوه كده. وجهزنا العيش بتاعنا اهو. العيش بتاعنا اللي احنا هنعمله في الفرن مش في الطاسه. هعمل لكم بقى شويه حواوشي، اقول لكم يعني اوعى وشك. في حته فلفل سليمه عشان متفرمتش كويس، هعجنهم كويس. بسم الله. وبعدين نعبيه في سندوتشات ونجهز الصاج ونولع الفرن.
هعجنهم شويه كده تاني. هجهز بقى العيش عشان نعمل مع بعض الحواوشي ونحطه في الفرن. انا خلاص خلصت العجينه اهي، خلصتها وعجنتها، وانا طبعا قلت لكم على التوابل كلها اللي انا حطيتها. اول حاجه هنفتح العيش، نفتحه الاول كده، نفتحه على الحرف كده كده اهو، يبقى مفتوح كده اهو. وهنفتح التاني كده، وبعدين هنفتح كله بقى اهو. هفتحه كده اهو، كده اهو حته صغيره، ونحط فيه عجينه الحواوشي اهو مفتوحه. ماشي كده خلاص. فتحنا العيش كله وهنعمله. اول حاجه هنجيب صاج، وبعدين نحط فيه شويه زيت، نحط فيه شويه زيت كده تمام. وبعدين نعملهم بالفرشه اللي هنرص عليه العيش، نساوي كده بالفرشه تمام. وبعدين نجيب الرغيف كده اهو، ونحط فيه حته اللحمه، نحط فيه حته لحمه كده حلوه. ماشي، ونسويها كويس. نسوي كده نسوي كده في الرغيف على الحروف كده، وبعدين ندوس على الرغيف كده. ادي اول رغيف كده خلصناه. احنا الصراحه قلنا نعمل حواوشي النهارده عشان ايه؟ زهقنا من الطبيخ والدنيا حر الصراحه يعني، فهي اكله خفيفه يعني الحواوشي ده. تاني رغيف اعمله معاكم اهو. بسم الله بسم الله. اذكروا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله. اوعوا تنسوا تحطوا الاشياء بتاعتي، الاشياء كلها، اللايك وكل حاجه. ماشي، وتدوسوا على الجرس والكل، الاشياء بتاعتي كلها اوعوا تنسوا. انا بعمل لكم ان شاء الله حواوشي، احلى حواوشي. اعمل معاكم رغيف كمان اهو. بسم الله. حواوشي مصري على اصوله يعني. بصوا، هكمل بقى التانيين معايا مع نفسي واخلص الصاج، وبعدين نحطه في الفرن. ماشي، انا عملت كده خلاص الحواوشي، بس لسه بقى ايه؟ هحطه في الفرن. انا عملت على القد عشان في إيه لسه ناس في الشغل وبيحبوا ياكلوه سخن، فما عملتش العجينه كلها اهي، فانا عملت على القد. راح احطهم في الفرن وارجع لكم. كده الحواوشي في الفرن اهو بيستوي، قرب يستوي اهو، هقدمه. كده خلاص الحواوشي خلص اهو. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الحواوشي؟ جميل. حواوشي بلدي. بصوا الحواوشي وجماله، بصوا يفتح النفس الصراحة. بصوا بصوا الحواوشي عاملة ازاي. ألف هنا وشفا. ما تنسونيش في اللايك. اختكم منور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع السلامة.